في قلب المغرب العربي، حيث يجتمع الدم واللغة والدين، هناك جرح لم يلتئم منذ أكثر من 6 عقود، جاران شقيقان، لكن بينهما جدار من العداء والكراهية. المغرب والجزائر، قصة حب لم تكتمل، وحلم وحدة تحول إلى كابوس صراع أبدي. لماذا لا تحب الجزائر المغرب؟ ولماذا تحول الجوار إلى خصام لا ينتهي؟ الليلة سنفتح أبواب التاريخ ونغوص في أعماق السياسة لنكشف أسرار العداء الأخطر في شمال إفريقيا. ففي الأول نبدأ مع بدايات الجرح. منذ أن أراد الاستعمار الفرنسي الخروج من الجزائر سنة 1830 تغيرت ملامح المنطقة كلها. فرنسا لم تكتفي باحتلال الجزائر، بل أعادت رسم الحدود بما يخدم مصالحها، فاقتطعت أراضي واسعة من المغرب وضمتها إلى الجزائر الفرنسية: تندوف، بشار، عين صالح. أراضي مغربية تاريخياً صارت في لحظة جزءاً من الجزائر. وحين حصل المغرب على استقلاله سنة 1956 لم ينس هذه الأراضي، لكن الجزائر حين ادعت أنها استقلت سنة 1962 كانت قد ورثت حدوداً رسمها الاستعمار، واعتبرت المساس بها خيانة لدماء 1.5 مليون شهيد. كما أن هذا لأمر مضحك صراحة، ولكن حقيقة هكذا ولد الخلاف الأول، خلاف حدودي بسيط تحول إلى صراع وجودي بين جارين. لم تمض سنة واحدة على ادعاء الجزائر استقلالها حتى اندلعت أول مواجهة دامية، حرب الرمال 1963. المغرب طالب بأراضيه التي يعتبرها مغربية تاريخياً، بينما الجزائر رأت في ذلك محاولة لابتلاعها، وهي لم تلتقط بعد أنفاسها من حرب التحرير. الرصاص انطلق، الدم سال، والعداء ولد. منذ تلك اللحظة انكسر الحلم الكبير، حلم اتحاد المغرب العربي، وصار المغرب بالنسبة للنظام الجزائري خصماً لا شريكاً، وصارت الجزائر بالنسبة للمغرب جاراً خائناً لا أخاً. وفي سنة 1975 رحلت إسبانيا عن الصحراء الغربية، وهنا دخل الخلاف منعطفاً جديداً. المغرب استرجع أقاليمه الجنوبية عبر المسيرة الخضراء، لكن الجزائر دعمت جبهة البوليساريو لتصبح قضية الصحراء أكبر قنبلة موقوتة في المنطقة. المغرب يعتبر أن الجزائر تريد تقسيمه وضرب استقراره، والجزائر ترد بأنها تدافع عن حق تقرير المصير. وبين هذا وذاك عشرات السنين من المواجهات الدبلوماسية والعسكرية في حرب لم تعلن رسمياً لكنها لم تتوقف يوماً. قضية الصحراء لم تكن مجرد نزاع إقليمي، بل صارت مفتاح كل العداء. هي السبب في غلق الحدود، كما هي السبب في القطيعة السياسية، وهي الورقة التي تستعملها الجزائر لإضعاف المغرب في كل المحافل الدولية. فلماذا يزداد العداء؟ لأن المسألة لم تعد مجرد حدود أو صحراء، بل أصبحت صراعاً على الزعامة. المغرب بمملكته العريقة، بجذوره الممتدة لقرون، بشرعيته الدينية والسياسية، وبانفتاحه على الغرب وإفريقيا، مقابل الجزائر بجمهوريتها وبثروات النفط والغاز. كل طرف يرى نفسه القوة الحقيقية في شمال إفريقيا، وكل طرف يخشى أن يبتلعه الآخر. هذا التنافس جعل أي تقارب مستحيلاً، بل حول الجارين إلى خصمين دائمين. لم يكتفي الصراع بالسياسة، بل امتد إلى الإعلام. القنوات الرسمية في الجزائر شيطنت المغرب وصورته عدواً خطيراً يتآمر ليل نهار، وفي المقابل رد الإعلام المغربي بفضح تدخلات الجزائر ودعمها للبوليساريو. هكذا صارت الكراهية غذاء يوميا للشعوب، بدل أن تكون هناك دعوة إلى الوحدة والأخوة. لكن في العمق الشعوب ليست عدواً. المغربي حين يلتقي بالجزائري خارج أرض المغرب الكبير يراه صديقاً قبل أن يراه غريباً، والجزائري حين يتكلم مع المغربي يجد نفسه أمام لغة مشتركة، ثقافة مشتركة، وحتى نكتة مشتركة. العداء صنع من فوق، من قاعات السياسة، بينما الشعوب ما زالت ترى يوماً تفتح فيه الحدود ويكسر الجدار وتبنى جسور الأصدقاء. فيقف المغرب والجزائر على طرفي نقيض، جاران محكومان بالخصام الأبدي. لكن السؤال الذي يظل يحرق القلوب: هل الجزائر فعلاً لا تحب المغرب، أم أن السياسة صنعت كراهية لا تعكس ما في القلوب؟ إنها ليست مجرد خلاف حدودي، إنها مأساة تاريخية، مأساة شعبين فرض عليهما أن يكونا أعداء، بينما كان من الممكن أن يكونا قوة واحدة تحمي مصالحهما وتغير وجه المنطقة كلها.
إنها قصة جارين جرحهما الاستعمار ثم فرقتهما السياسة، وما زالت الكراهية حتى اليوم تسرق منهما المستقبل. لكن المشكلة هي أنه منذ سنوات طويلة لم تتوقف الجزائر عن كيل الاتهامات للمغرب، اتهامات واهية لا تقوم على دليل، لا هدف منها إلا التشويش على مسيرة بلد ينهض ويقود التغيير في المنطقة. وأنا هنا أتكلم عن الجزائر دولة وليس شعباً، لأن الحقيقة ساطعة كالشمس. المغرب لم يكن يوماً دولة معتدية، بل كان دائماً حامياً لوحدته الترابية ومدافعاً عن حقه المشروع في الصحراء التي هي قلبه النابض. المغرب لم يزرع الانقسام، بل الجزائر هي من صنعت الوهم، مولت الانفصال، وأهدرت ثروات شعبها في دعم كيان وهمي بدل أن تبني اقتصادها أو تطور شعبها. اليوم بينما يغرق النظام الجزائري في أزماته، يواصل المغرب مسيرته، يبني مدنا جديدة في صحرائه، يمد يده لإفريقيا شريكا لا خصما، يفتح أبوابه للعالم استثمارا وتنمية وسلاما. المغرب لا يحتاج أن يبرر لأن إنجازاته تتحدث باسمه. المغرب لا يحتاج أن يرد لأن واقعه أقوى من كل بروباغندا. إنه البلد الذي صمد أمام كل المؤامرات، البلد الذي وحد شعبه حول الملك والوطن، البلد الذي تحول إلى قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب. اليوم وبعد 6 عقود من العداء، يبقى المغرب واقفاً شامخاً متمسكاً بأرضه، موحداً لشعبه، متوجهاً نحو المستقبل بخطوات واثقة. بينما الجزائر غرقت في أزماتها الداخلية وصارت أسيرة خطاب الماضي، ظل المغرب يبني ويستثمر ويمد جسوره نحو إفريقيا والعالم. المغرب اليوم ليس ضحية للعداء، بل هو نموذج للصمود، نموذج للاستقرار في منطقة تمزقها الأزمات. المغرب الذي حول الصحراء إلى مدن نابضة بالحياة وفتح أبوابه للاستثمارات وصار لاعباً أساسياً في السياسة الدولية، هو نفسه المغرب الذي ما زال يؤمن بالوحدة المغاربية رغم أن جاره يصر على غلق الأبواب. قد يحاولون عرقلة مسيرته، قد يشنون حملات إعلامية أو يصنعون أعداء وهميين، لكن الحقيقة واضحة: المغرب ماضٍ إلى الأمام، والمستقبل له، لأنه يملك الشرعية، الاستقرار والإرادة. فمشكلتنا لم تكن يوماً مع الشعب الجزائري، فالمواطن الجزائري أخ لنا في الدم وفي الدين وفي التاريخ وفي الثقافة، نتقاسم نفس الجذور ونفس العادات ونفس الأحلام. المشكل الحقيقي ليس مع الشعب، بل مع حكومته، حكومة اختارت العداء بدل الأخوة، واختارت الانقسام بدل الوحدة. بينما تحلم العائلات الجزائرية بفتح الحدود وبمستقبل مشترك، يقدم لهم نظامهم الوهم ويزرع فيهم صورة عدو وهمي اسمه المغرب. إن احترامنا للشعب الجزائري سيبقى ثابتاً لا يتغير، لكن رفضنا لسياسات حكومته العدائية سيبقى واضحاً وحاسماً. إذا أعجبك هذا الفيديو، وإذا شعرت أن الحقيقة يجب أن تسمع، فلا تتركها لنفسك فقط. شارك الفيديو مع أصدقائك وعائلتك. دع العالم يعرف القصة كاملة، دع صوت المغرب يسمع، واشترك في القناة الآن وفعل جرس التنبيهات لتكون أول من يرى كل جديد، لتبقى مطلعاً على الحقائق التي لا تريد بعض الحكومات أن تعرف. معاً نصنع مجتمعاً واعياً، معاً نكشف الحقيقة، معاً نرفع صوت المغرب عالياً.